السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة شيوات مزينة. اليوم غنشارك معكم كيكة بلا بيض ولا طراب كهربائي ولا حليب، غير بالماء، ولكن أقل ما يمكن نقولوا عليها خطيرة. جات زوينة بزاف، معلكة وهشيشة، تقيسوها تفرتت. سهلة في التحضير، مذاقها واعر بزاف. الصراحة غتفاجئوا بالبنة اللي فيها وما غتصدقوش نهائيا أنها بلا بيض وغير بالماء. كنتمنى فعلا تجربوها لأنها غزالة بزاف وكتحمق وغتعجبكم بزاف. قبل ما نبدا كنتمنى ديروا لايك للفيديو الى عجبكم وبارطاجيوه مع اصدقائكم باش تعم الفائده، واشتركوا في القناه. مرحبا بكم عندي، وما تنسوش تخليوا لي تعليق، هكذا الفيديو كيتشاف اكثر وكتشجعوني، وشكرا لكم دائما. تبعوا معايا الفيديو على بركه الله. عندي هنا 400 ملل ديال الماء، ما يعادل 2 كؤوس عنبه ديال الماء، الماء عادي ديال روبيني. غادي نضيف عليه كاس ديال السكر سنيده، اي سكر حبيبه. تقدروا ديروا كاس الا ربع لاننا مازال غنديروا الشكلاط. ثم عندي كاس الا ربع ديال الزيت النباتيه. غنضيف عليهم كيس سكر فانيلا من وزن 7.5 غرام. ثم رشه ديال الملح اللي اساسيه في جميع الحلويات. وغادي نضيف ملعقه صغيره ديال قهوه سريعه الذوبان. هاد الكيك هذا راه دغيا كيوجد، كنضيفوا هاد المكونات كلها مره واحده. هنا كنطرب بالطراب اليدوي، ما كنحتاجوش الطراب الكهربائي نهائيا. هنا غادي نضيف ملعقه كبيره ديال الكوك، كتعطي واحد المذاق زوين، كوك او جوز الهند. كما قلت لكم هاد الكيك هذا ما فيهش البيض، لذا ما كنحتاجوش الطراب الكهربائي وما كنحتاجوش اننا نطربوا بزاف، غير نحسوا بداك السكر دابا. هنا غادي نبداو نضيفوا الدقيق. في الاول درت كاس عنبه، زدت معاه 2 ملاعق كبيره ديال بودره الكاكاو. هاد البودره ديال الكاكاو درت ديال العبار، كتجيني زوينه، يعني نوعيه زوينه احسن من هذاك الاخر اللي كيكون في اكياس. دائما الدقيق ديال الكيك من الأحسن أننا نغربلوه مباشرة فوق الخليط، هكذا كيعطينا نتيجة أحسن. أنا غنخلط هاد المكونات حتى كيبان لنا داك الدقيق والكاكاو انسجم مع الخليط، وكنزيد نضيف الكأس الثاني. أنا دائما في لي كيك راه ما كنوزنش الدقيق، كندير على حسب الخليط، حيت الدقيق راه كيختلف من دقيق لدقيق. هنا ضفت الكأس الثاني ديال الدقيق، وضفت عليه 2 أكياس ديال خميرة الحلويات من وزن 7 غرام. غربلتهم على الدقيق، على الخليط عفوا. وهنا بالخلاط اليدوي غادي نحاول ندخل هذاك الدقيق والخميره في الخليط حتى نحصلوا على واحد الخليط اللي كيكون منسجم. هنا ضفت الدقيق وكيبان لي الخليط مازال خفيف، غادي نعاود نضيف نص كاس. كما قلت لكم كتبقاو تضيفوا الدقيق حتى كتحصلوا على القوام اللي بغيتو. هنا الخليط بغينا القوام ديالو ما يكونش ثقيل بزاف بحال ديال لي كاب كيك، وفي نفس الوقت ما يكونش خفيف. يجي واحد الخليط اللي يكون بهذا الشكل هذا، القوام ديالو كما كتشوفوا. هنا ملي حصلت على القوام اللي بغيت، انا درت دابا 2 كؤوس عنبه ونص، تقدروا تستعملوا اقل او اكثر. هنا ملي حصلت على هذا القوام كما كيبان لكم، غادي نجيب واحد المول اللي دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق ودخلته للثلاجه باش يبرد، باش يجينا الكيك ساهل نديموليه. غادي نفرغ هذا الخليط. انا قبل ما نبدا الكيك شعلت على الفرن عافيه مهيله من الاسفل فقط، حتى كيسخن مزيان. دخلت هذا الكيك هذا خليته تقريبا 50 حتى يعني حتى لساعه، حتى كيطيب، ما كنشعلش الفوق نهائيا. ملي خرج الكيك درت هاد الكوردون هذا باش نتاكدوا ان الكيك ديالنا طاب صافي. وباش نديموليه خديت هاد الموس هذا دوزته هكذا في الجوانب. من الاحسن لي كيك تخليهم حتى كيبردوا عاد كديموليهم. انا هنا ديموليته وهو سخون، هانتوما كما كتشوفوا. كيبان لكم الكيك خفيف هنا، وهو سخون، يعني ما تخليوهش يبرد. غادي نسقيوه. انا هنا سقيته بالحليب، تقدروا ديروا الحليب معاه قهوه سريعه الذوبان. درت هاد الثقوب هادي بهاد الكيردون هذا باش يتشرب مزيان هذاك الكيك من الحليب بهذا الشكل هذا. هكذا كيجي اصلا هاد الكيك هذا راه كيجي خفيف بلا ما تشربوه. وملي زدت درت ليه هاد الحليب هذا جا خفيف وجا معلك زوين. هنا غندوزو للصوص ديال الشكلاط. عندي 100 غرام ديال الشكلاط، ذوبته في حمام مريم، وضفت عليه 3 ديال الملاعق كبيره ديال الحليب عادي، حتى كنحصلوا على هاد الصوص هادي بهذا الشكل هذا. ومباشره كنديروها، كندهنوا بها داك الوجه ديال الكيك بهذا الشكل هذا. هاد الصوص هادي راه كتجي زوينه بزاف، كتعطي الكيك واحد البنه خطيره. هنا كما كتشوفوا ملي درت هذيك الصوص كلها تقدروا تهبطوها الجوانب اللي بغيتو.
وهنا غادي نقسم الكيك على 8 ديال المثلثات. هنا في الأول كنديرو علامة زائد، كيخرجوا لنا 4 ديال المثلثات، كل مثلث كنعاود نقسموه على 2 حتى كنحصلوا على 8 ديال المثلثات. وهنا الموس باش كتقطعوا من الأحسن كل مرة تمسحوه. هنا في التزيين غنحتاجوا الشكلاط هكذا اللي قطعته هكذا رقيق، والكوك أو جوز الهند. وكنزين بهذا الشكل هذا، يعني كل مثلث كندير مثلث بالكوك أو جوز الهند ومثلث كنخالفهم مثلث بالشكلاط. ودائما راه التزيين كيبقى على حسب الرغبة ديالكم نتوما وباللي بغيتو تزينوا به. هذا الكيك من بعد ما زيناه الشكل ديالو كما كتشوفوا زوين، غادي نقطعوه وتشوفوا من الداخل جا معلك بزاف وهشيش كما كيبان لكم، مشرب مزيان والمذاق خطير بزاف. هاد الصوص ديال الشكلاط بسيطه ما فيهاش مكونات بزاف ولا تعقيدات، ولكن عطات للكيكه ديالنا مذاق رهيب. كنتمنى تجربوها غتعجبكم بزاف على ضمانتي وبالصحه والراحه.